السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا البنات على التعاليق ديالكم، وكذلك الناس اللي انضموا للقناة ديالي جداد. كنود نشكركم بزاف على الثقة ديالكم، ونتمنى ان شاء الله هاد القناة هذه تزيد بالقدام بالفضل ديالكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات الفيديو هذا قدمت لكم لي طرونش باتيسري بأدق التفاصيل وبمكونات بسيطة المتوفرة في كل بيت إن شاء الله. لأول مرة غادي يجرب هاد لي طرونش لي باتيسري غادي تصدق معها 100%، واللي جربها إن شاء الله يرجع لهذا الفيديو هذا ويخلي شي كومونتير زوين. وما تنسونيش من دعواتكم ان شاء الله البنات. هذا كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الاناء هذا درت بيضه وحده وقرصه ديال الملح وكاس كبير ديال السكر. سكر يكون خاشن يكون رقيق باش يذوب معنا الخليط دغيا. المهم كنحاول ندخل داك السكر في البيض حتى كيبيض معنا الخليط ويذوب لنا السكر. وكنضيفوا كاس الا ربع ديال الزيت، اذا كاس قل صبيع ديال الزيت، وكنخلطوا تدريجيا حتى كيذوب معنا حتى كيندمج لنا الخليط ديال الزيت مع سنيده. وكنضيفوا كاس وربع ديال الماء كيكون غير من الروبينه البنات، كنضيفوه حتى كيندمج مع الخليط كذلك. وكنضيفوا هذا نسكافي ولا قهوه سريعه الذوبان، شاشيه وحده، وكنديروا ليها الماء طايب غليان البنات كيذوب على الخليط. ولا كديروا معاها هاد الصلصه اللي ديجا شاركت معكم في البيفي ديال عيد ميلاد، راه كاينه في الفيديو. المهم كتكتفوا غير بالماء ونسكافي وكتخلطوا وكتضيفوا مع الخليط. وهنايا درت البنات درت معلقه كبيره ديال كاكاو، ودرت كاس كبير ديال الدقيق، وكنحاول نخلط مزيان حتى كندرج لنا الخليط. عاد كنضيفوا الكاس الثاني كيف ما كتشوفوا معايا البنات، راه غنقول لكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. المهم هنايا ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق. هنايا الكاس الثالث ناقص شويه البنات، المهم فايت النصف بشويه. كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا قدرت معايا 3 كيسان قل نص، قل نصف البنات. وجوج مع جوج ساشي د الخميرات الحلويات من فئه 100 غرام. كيف ما كتشوفوا درتو في الفران في طاب معنا من التحت، عاد شعلت لها من الفوق تتحمر معنا شويه وخرجناه. وضروري تكون حتى كيبرد معنا هاد الجنواز هذا ولا هاد الكيك هذا كتبرد معنا مزيان. عاد كنحاولوا البنات نسقيوها. وضروري البنات من هاد المرحله هذه مهم السقوه البنات اللي دائما كنشاركها معكم، اللي هي كاس كبير ديال السكر وجوج كيسان ديال الماء. كنحطهم على النار مزيان حتى كيغلاو، حتى كطلع لينا الغليه. عاد كنطفيو عليهم البنات مباشره حتى ملي كيبرد كنسقيوه الكيك. كنسقيوه مزيان البنات. انا طلعت الكريمه. نتوما تكتفوا باي كريمه البنات كتخدموا بها، كريم شانتيلي البنات كديروا كريمه شانتيلي مع كاس كبير ديال الماء ولا ديال الحليب. كديروا يكونوا باردين بجوجهم، يكونوا باردين البنات حتى كيدخل لهم الثلج. ولا كديروا هاد الكريمه السائله اللي كتباع بالعبار. الا كانت سوزه كتزيدوا ليها السكر، ولا كانت حلوه راه كتكتفي بالحلاوه اللي فيها وكتضيفوا ليها النكهه ديال الفاني. ودرت معلقه صغيره ديال كاكاو المر، ضفتها خلطتها مع الخليط قبل ما نطلع هاد الكريمه. المهم كما كتشوفوا معايا كنضيفوها هكايا، كنحاولوا نوزعوا الكريمه وكنقادوها بهاد البوك بات هذا اللي كتشوفوا معايا، ولا تحاولوا تقادوها بمعلقه ولا بمسطره. المهم البنات اي حاجه متوفره عندكم، ماشي بالضروري يكونوا الادوات باش تقادوا هاد الكريمه هذه. المهم كنحاول نقاد الكريمه مزيان، السطح ديالها اللي مازال ما وصلوا الكريمه. المهم كنحاول نوزعها تكون هكايا متساويه، وكنخليوها واحد شويه باش نولي نزين بها ان شاء الله ملي نخرجوا من المجمد ونضوي عليها الصلصه ديال الشوكولاته البنات. كيف ما كتشوفوا معايا هكايا كنحاول نقاد. المهم البنات راه ما قطعتش معكم الفيديو، حاولت غير نزربو شويه وصافي. المهم كانت الطريقه باش استويت السطح ديال الكريمه مباشره البنات. الا ما عندكمش الوقت كما درت انايا راه درتو في الفريغو. الا كان عندكم الوقت مثلا درتو بالليل خليوه حتى الغد ليه غير في الثلاجه البنات الغد ليه وعاد خدموا بها. انا البنات راه درتها في الثلاجه تقريبا شي ساعتين ولا 3 السوايع. انا خليتها في المجمد مباشره مورا 3 السوايع خرجتها من المجمد وجيت نوجد هاد الصلصه هذه ديال الشوكولات. درت كاس كبير ديال الماء، ودرت معلقه كبيره ديال كاكاو المر كيف ما شاهدتوا معايا، ودرت معلقه ديال الدقيق حتى هي معلقه كبيره ديال الدقيق، وفلون ديال درهم ولا كان عندكم فلون ديال الشوكولا كديروا فلون ديال الشوكولا. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا ودرت معلقه صغيره ديال الفانيلا حتى غلى معنا الخليط، تقل معنا الخليط شويه. كنحيدو كنديروا هذا
الشوكولاتة كالا ولا اي شوكولاته متوفر عندكم، بديل الشوكولا البنات كديروه. المهم تقريبا انا درت هنا 6 الحبات ديال الشوكولات. المهم كنحاول نقطعهم باش يذوب معنا الخليط دغيا. المهم البنات هاد الخليط هذا كنحاول انا نبردو واحد شويه حتى كتفوت ديك درجه الحراره اللي كانت فيها. عاد كنخوي على هاد الكيك، وكنحاول نوزعها هكا غير بالمعلقه. راه كتشوفوا كنحاول تقطع معنا البنات. راه الفيديو ديجا انا شاركته معكم، ولكن كنت كنصور وما رديتش البال، انا التليفون كان عامر ليا البنات. هادشي اللي تصور ليا ما تصورش معايا ديك اللقطه فاش حطيت الكريمه فوق التورته. المهم البنات انا كنحاول هنا نقسمهم بالتساوي، ولكن المهم عيركم ميزانكم البنات، نتوما راه كل واحد يعرف يقسمها راسو كيف ما حبيتو. المهم البنات راه حاولت نقص الاضاءه، ما رديتش الاضاءه كانت مجهده، حاولت نقصها البنات. والمهم كتشوفونا كنحاول نقطعها وندوز ليها على الاطراف ديال الجوانب، وكنعاود ثاني نقطع باش الكريمه. وكل مره كنحاول نقطع البنات الموس كنمسحو باش ما تجلخش لنا ما تجلخش لنا الطورطه كيف ما كتشوفوا، او هاد لي طرونش. وكنحاول نعاود نقطع ومن فوق كندير هاد الزويقات هادو اللي غادي تشوفوا معايا. كيبقى لكم الاختيار ديروه هكايا ولا ديروا ذوبوا الشوكولاته البنات. شوكولاط البيض ولا المهم كديروا عليه خطوط هكايا وتمشي بهم يجيو ولا بحال الشكل ديال الملفي، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كنعطيكم كفكره، تستغنوا على اي حاجه ما عجباتكمش. المهم هادو هما لي طرونش، خرجت لينا تقريبا 21 حبه اللي تبارك الله اللي راه كثيره، ماشي قليله زعما. وكتشوفوا الكريمه كي كتجي والطورطه، المهم كلها تبارك الله كتجي زوينه. حتى هاد المذاق ديال الصوص ديال الشوكولاته البنات راه كتجي رائعه البنات. دابا ان شاء الله نشارك معكم واحد القطعه هذه ونوريكم كيفاش ضروري الجمهور يكون مشرب مزيان الماء مزيان مشرب مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. المهم هذه هي لي طرونش اللي شاركتها معكم البنات. وهذا هو التزيين اللي درت تزيين بسيط. وكيف ما كتشاهدوا معايا فقط غير بيضه وحده البنات كتخرجني هذه الكميه هذه. وكذلك البنات اللي كيبغيو ياخذوها كمشروع المقاهي، هادو غادي يجيو في المقاهي، تباعوا لكم في المقاهي وفيها الربح البنات. مثلا الا بغيتي تبيعهم غادي تبيعهم ب 30 ريال ولا بجوج دراهم. ومهم كتنقصوا في كل حبه تنقصوا فيها 4 ريال اللي غادي يدخلها مول القهوه معاكم في كل حبه. المهم غادي ان شاء الله اللي مهتم بهذا المجال انه بغاها كمشروع يخليها لي في كومونتير، ان شاء الله نشاركها معكم في الانستغرام. المهم الانستغرام البنات راه كنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام في صندوق الوصف، ولا كذلك راه هو في الفيديو دايره فيه اسماء سليمان. ونتمنى ان شاء الله تفرحوني حتى في الانستغرام، دخلوا عندي. واللي مازال ما انضمش للقناه ديالي في اليوتيوب يشترك. وشكرا على المتابعه.